ايه هي شروط التعدد في الاسلام؟ شروط التعدد: اولا عنده مقدرة جسدية، عنده مقدرة مالية، عنده القدرة على العدل. لكل شرط من الشروط دي ليه ضوابط. عنده مقدرة جسدية، ما يكونش مريض. لو ان زوج مثلا عنده السرطان، او ان زوج مثلا عنده مصاب بمرض القلب، او مصاب باي مرض مزمن، يروح يتزوج بزوجة اخرى، لا طبعا هيظلمها معاه. حرام عليه وهيظلمها اكيد. زوج مقدرة مالية، زوج مرتبه في الشهر 3 4000 5000 جنيه النهارده، نقول يروح يتزوج باخرى، ده مش هيكفي البيت هو الاول. مش عارف يكفي البيت الاول. تمام. صحيح. عنده القدرة على العدل، وده شرط مهم جدا. ان زوج مثلا ما بيصليش، لا يعرف حدود الله، انسان ياكل حرام، انسان يشهد، انسان يفعل المحرمات، والاخر يقول لك يا شيخ انت هتحرم اللي ربنا احله؟ لا ابدا والله، بس في شروط وفي ضوابط. طيب في طبعا اكيد. عنده القدره على العدل، يكون انسان متقي فعلا، يكون انسان عارف حدود الله. ليه بقى الشرط ده مهم؟ ليه بقى؟ لان هو لو ما عندوش التقوى هيظلم الاولى وهيظلم الثانيه، عمره ما هيكون عادل ما بينهم، عمره ما هيكون عادل ما بينهم. مازن ميديا برودكشن.